الحسين كان عشاب أو عطار، يعني كان كيبيع ويشري في المواد ديال الطبقات والعطرية، الكاوكا واللوز والتحميرة وما جاورهما. ولكن في الدرب ديالو كانوا هازين عليه الحسين الزقرام، حيت كان هو أول واحد كيحل الحانوت ديالو في الصباح، غير كيصلي الفجر كيمشي يحل. وكان عاوتاني هو آخر واحد كيسد المحل ديالو، داكشي علاش هزاو عليه هذا اللقب. واخا كان كلشي كيشهد ليه بأنه درويش والله يعمرها دار وما كيهزش عينو في الكبير وما كيهزش عينو في الصغير، ولكن هزاو عليه هذا اللقب حيت كما قلت لكم ما كانش كيسد، وكان 24 على 24 في الحانوت ديالو. ولكن المفاجأة أنه واحد النهار غادي يغبر، ما غاديش يحل بحال العادة ديالو في الصباح. هادشي اللي خلى الجيران ديالو كلهم يتسائلوا وما يفهموش فين مشى الحسين الزقرام. قبل ما نبداو في القصة ديالنا ديال اليوم الخوت، كنطلب منكم أنكم ديروا لنا واحد لايك لهذا الفيديو، واللي ما مشتركش يشترك معنا باش توصلكم أي فيديو حطيناه إن شاء الله. وكما كنقول لكم ديما راه حنا باقيين في البدايات ديالنا ومحتاج بزاف للدعم ديالكم. بلا ما نطول عليكم نمشيو للفيديو. القصة ديال اليوم تبدا في واحد الدوار في النواحي ديال أكادير، وبالضبط بعيد على أكادير 30 كيلومتر. الحسين كانت عنده واحد 12 عام، وكان كيعيش مع با وامه وجوج ديال خوتو صغار. الحسين كان تيقرا بحال كاع الدراري ديال الدوار عند الفقيه، يعني بحكم ان ما كايناش مدرسه تما كانوا الدراري تيقراو عند الفقيه. واش كيقريوهم هاد الفقيه؟ تيقريوهم القران والعربيه، ومره شويه ديال الماط على حساب الكانه ديال الفقيه. المهم الحسين عاش هكا واحد المده ديال 3 سنين هو كيمشي عند الفقيه يقرا القران والعربيه وشويه ديال الماط، حتى حس براسو بان هادشي ما خدامش ليه وما فاهم فيه والو وما غادي يدير به والو. حتى واحد النهار غادي يمشي عند باه وغادي يقول ليه با راه ما بقيتش باغي نقرا، راني باغي نخدم باش نعاونكم ونهز راسي حتى انايا. با بحكم انه عارف ديك المنطقه ما فيها ما يدار، وعارف بان ولده الا مشى حتى خدم راه يخدم اما غيسرح اما غيخدم في الفلاحه. قال لولده غير صبر اوليدي وكمل قرايتك عند الفقيه حتى يدير الله شي تاول ديال الخير وتلقى شي خدمه مزيانه. حتى لواحد النهار غادي يجي واحد جارهم خدام عطار او عشاب في مدينه اكادير، غادي يجي باش يدوز عيد كبير مع دارهم. هنا غادي يجي با الحسين عند داك السيد ويقول ليه الله يرحم والدين، حاول تعاون ولدي وديه معاك يتعلم الحرفه، يعني يتعلم تاع عشاب تاع عطار. راه جالس هنا في الدوار غير كيضيع، راه ما كيدير والو، وراه عقلو خفيف، راه بالزربه يتعلم. السيد كان فعلا محتاج شي واحد اللي يعاونو في الحانوت، وافق وما ترددش. قال لي ان شاء الله ملي نكون غادي راه غنعلمكم باش تجمعوا لي حويجاتو ونديه معايا يتعلم الحرفه. فعلا داكشي اللي كان. السيد جلس مع دارهم حتى سالا العيد، والنهار اللي قرر انه غادي يرجع بحالو لاكادير على مبات الحسين باش يوجد الحسين ويعطيه حويجاته ويديه معاه. فعلا داكشي اللي كان. مشى داك الراجل ودا مع الحسين لاكادير، وراه المحل ديالو وقال ليه دابا انت هذا هو المحل ديالنا فين تتعلم الحرفه، وراه ان شاء الله غنتهلا فيك وراه ما يخصك معايا حتى شي خير. عطاه واحد البلايصه في الحانوت، قال ليه غنبقى تنعس هنايا، وعطاه واحد الجبونجات او واحد ديال الكواش وواحد المخده، ودار ليه واحد التلفزه صغيره. قال ليه دابا في الليل منين سالوا الخدمه وسد انت الحانوت عندك كلشي هنايا، اتفرج وتنعس الصباح ونبدا الخدمه عاوتاني. الحسين بقى على هاد الحال لمده ديال 3 سنين. داك السيد داير ليه كريسي في الباب كيعاونو، مره كيتسخر ليه، حاطط الدراري الصغار باش ما يشتوا ليه السلعه، حتى ولا كيصيفطو انه يطحن ليه سلعه د عباد الله، حتى تاق فيه مزيان ولا كيدخلوا حدا ليه لاكيس مره. وبقى كيما قلت لكم على هذا الحال حتى السيد حس بان الحسين تعلم مزيان الحرفه، ولا رامي على الحمل ولا عوال عليه في كل شيء، يعني ولا هو كيصيفطو يحل الحانوت وكيصيفطو بعض المرات يتقدى السلعه، يعني ولا عارف الحرفه من ا حتى لزيد. الحسين واحد النهار حس براسو بانه ما خصوش يبقى خدام ديما، وبانه خصو يدير شي حاجه لراسو اللي تنفعو. حتى واحد النهار الحسين غادي يمشي عند المعلم ديالو وغادي يقول ليه راه بغيتك تعاوني، بغيت ندير شي محل ديالي، راه بغيت نخدم حتى انايا ونهز راسي ونعاون والديا، راه جمعت شويه ديال الفلوس وانت عارف بانني ما عمري عاونت والديا وما عمري صيفط لهم شي ريال. هنا السيد غادي يحس براسو بان الحسين بدا يكبر وبدا يفهم، ولكن قرر انه يعاونو واخا هو محتاجو في الحانوت، والحانوت كان هازو ليه الحسين وكان عوال عليه بزاف. ولكن قال ما فيها باس، بما ان هاد الحسين معقول غادي نعاونو والله يسخر ليه. داكشي اللي كان. عاونو وراه منين يزيد يشري السلعه بالجمله، وراه بزاف ديال الحوايج، وبقى معاه تقلب على واحد الحانوت بعيد على الحانوت ديالو تقريبا بشي جيل الزناقي. مشى الحسين خدا داك الحانوت من عند واحد المراه كره من عندها، ديك المراه كانت عندها دويره والتحت ديالها فيها داك الحانوت. ديك المراه كان راجلها يلاه مات وما خلى ليها لا تقاعد لا والو، وقالت اللهم نكري هذا الحانوت هذا نتعاون به على الزمان، بحكم ان ولدها كان باقي تيقرا، يعني تيقرا في الجامعه وما خدامش. الحسين عمر الحانوت ديالو وبدا بشويه بشويه وخدام وكيتعرف على الكليان وكيتعرفوا الناس حتى همايا، وكل نهار كيزيد يعمر الحانوت ديالو وكيجيب سلعه جديده، حتى ولا الحسين معروف في الدرب وخدام تبارك الله مزيان، والحانوت ديالو غدا وكتعمر والكليان ديالو غاديين وكيكثروا. واحد النهار المراه اللي كاريه ليه الحانوت شافت بان الحسين خدام مزيان، هبطات عنده قالت له يا وليدي الحسين الله يرضي عليك، راه بغيتك تزيدني شويه الفلوس، دابا راك خدام مزيان ما فيها باس الا زدتيني واحد شويه. الحسين قال ما كاين حتى شي مشكل، بحكم كما قلت لكم انه خدام مزيان وراضي بداكشي اللي كيدخل، قرر انه فعلا يزيد واحد شويه.
النيت زادها وبقى خدام والامور غاديه بما يرضي الله وكلشي غادي هو هداك. داز غير واحد ال5 شهور وهي ديك المرا عاوتاني اللي كاريه ليه غتهبط عنده وتقول له وليدي الحسين راني مزيره وراني ضروري بغيتك تزيدني عاوتاني واحد شويه د الفلوس، راه ربي اللي عالم بيا وراه ما عنديش شي مدخول من غير هاد الحانوت. الحسين هنا ما غاديش يعجبو الحال وقال مع راسو دابا يلاه زدتها هادي 5 شهور ما كاملاش وهي دابا هابطه عندي، ولكن الغالب الله بحكم ان ما عنده ما يدير قرر انه يزيدها ويصبر. فعلا زادها عاوتاني المره الثانيه في الظرف ديال 5 شهور وبقى خدام هكا. والحسين بديك النيه ديالو ربي تيبارك ليه في الحانوت ديالو والكليان تيكثروا عنده والناس تيخليو حوايج قراب ليهم وكيجيو عند الحسين يتقداو من عنده، بحكم انه حتى هو داير داكشي ديال التعطار وتبقات في نفس الوقت داير اللوز والكاوكاو والتحميره وكاع داكشي المرافقات ديالها وخدام وغادي امارش وكلشي هو هذاك. الحسين ملي جمع شويه ديال الفلوس وحس راسو بانه وقف مزيان على رجليه قرر انه غادي يتزوج وانه غادي يجيب شي مرا اللي تونسو ويدير وليدات ديالو وتستمر الحياه. فعلا واحد النهار غادي يمشي للبلاد ديالو وغادي يفاتح والديه بهذا الموضوع وغادي يمشيو يخطبوا ليه واحد السيده بنت جارهم يعني تعرفوها، وغادي يدير العرس تما في الدوار وغادي يهز مرتو وغادي يجيبها للدار اللي كاري قبل ما يمشي. يعني كنكره واحد الدويره قال باش ملي تجي المرا ديالي تلقى الدار موجوده ما غاديش تسكن معايا في الحانوت. فعلا الحسين خدام ومرتو في الدار كيحل مع الفجر وكيسد حتى اللحظه ديال الليل عاد تيمشي. مرتو ولفات هذا النظام هذا كتجي مره تجلس معاه في الحانوت تعاونوا شويه وكترجع للدار ديالها، هو كيحل مع الفجر وكيسد مع 11 ديال الليل. يعني عرفوه حتى الناس بان غادي يمشيو للحسين غيلقاوه حال، الحوانت باقي سادين والحسين حال، الحوانت سدوا في العشيه والحسين باقي حال، حيت كما قلت لكم هو اول واحد كيحل هو اخر واحد كيسد. حتى لواحد النهار المراه اللي كاريه ليوسف غتعاود تجي عنده عاوتاني وغتقول له الحسين اجي نهضر معاك. غيقول مع راسو ها هي وقيلا عاوتاني جايه على الزياده. غيقول لها الله يسمعنا اخبار الخير داك الشيء شنو خصك. غتقول لها وليدي راه ما كاين ما نقول لك، راه بغيتك دابا تخرج ليا من الحانوت ديالي. راه ولدي يوسف شد الاجازه ديالو وقرا حتى هي ولكن نقلب على الخدمه وما لقاهاش، ودابا راه قررت انني هاد الحانوت غادي نعمرو ليه وغندير ليه شي بيعه وشريه. الحسين مسكين هنا تصدم كيسمع ديك الهضره اول مره ما تفاجئ بها وتيقول مع راسو دابا كاع الثمره اللي دوزت في الحانوت وكاع العذاب اللي دوزتو والخدمه اللي خدمت غتمشي ليا في الزيرو وبحال ما درت والو. وبقى تيقول ديك المراه غنشوفي كيفاش ديري ليا انا نزيدك شويه ديال الفلوس انا ندير معاك هذه ندير معاك هذه. والمراه متشبته بالراي ديالها كتقول ليه لا راه الحانوت بغيتو لولدي وراه ولدي اولى والحانوت ديالو ما كاينش شي يخدم فيه البراني وولدي بقى جالس. المهم قالت لي غادي نعطيك شهر بما دبرتي على راسك وبما قلبتي على شي حانوت فين تعاود تخدم نتايا. مشات بحالها والحسين بقى مسكين مصدوم وتيخمم وما راضيش وما عاجبوش الحال وبانت عليه فعلا بانه مقلق. واحد جارهم كان كيتصنت من ديك الهضره اللي دارت ما بين ولاد الحانوت والحسين، خلى حتى طلعت المراه لدارها وجا عند الحسين قال لي راه سمعت كل شيء. قال لي انا راه مستعد نكري لك الحانوت ديالي ها هو، وكان الحانوت ديالو مقابل مع الحانوت اللي كاريه الحسين. قال لي غادي نكريه لك بالثمن باش كانت كاريه لك المراه يعني نفس الثمن، وراه الحانوت قريب للحانوت يعني مقابل معاه وراه غيبقاو عندك نفس الكليان وراه بحال ما تبدلتي والو والحانوت ديالي راه ديجا كبر من الحانوت ديال ديك المراه. الحسين هنا غيتحل ليه باب اخر وغادي يفرح ويحس براسو بان ربي بغا يعاونو ملي جاب ليه هاد السيد اللي عرض عليه الحانوت ديالو. فعلا داك الشيء اللي كان الحسين حل داك الحانوت وعجبو ومصلوح ونقي ومجلج وفيه الضواء وفيه القبص حسن ونقي من داك الحانوت اللي كان فيه، وبدا كيجهزو وبدا كيعمرو بالسلعه ديالو يعني بدا كيحول السلعه من الحانوت القديم للحانوت الجديد. تدوز واحد المده ديال 15 يوم ما بين الاصلاحات والانتقال وعيط لديك المراه وعطاها الساروت ديالها وقال لها الحاجه سمحي لنا والله يرحم لك الوالدين. المهم شدات سوارتها حتى هي ومشات، هو مشى للحانوت ديالو وبدا خدام بيع وشراي. غادا دوز غير واحد 15 يوم وديك المراه هي وولدها يوسف غادي يحلوا داك الحانوت ديالهم وغادي يقادوه وغادي يعمروه بالسلعه. ولكن شنو السلعه اللي داروا فيها؟ داروا فيه نفس الحرفه اللي كان داير الحسين يعني تاع الشاب وتاع الطارت. قالوا بما ان الحانوت راه ديجا كان خدام على الشاب يعني راه غيبقاو عنده الكليان ديالو وغيبقى خدام. شوف التفكير اللي خداوه هنايا، ولكن ما عارفينش بان الحسين اللي كان شاد داك السوق وشاد الجيران وشاد الكليان مزيان حيت كيتعامل مزيان وقدام معاهم وثاقوا فيه بان الاخر ما غادي يبيع ويشري حتى شي حاجه. فعلا الاخر خدم في الحانوت ديالو ولا كيحل الصباح حتى هوايا وكيجي كيبقى غيتشمش ومقابل مع الحسين وكيشوف بان الحسين خدام والكليان داخلين خارجين عنده والاخر غير جالس كيتشمش. هنا ولات شي حاجه كدور ليه في القلب ديالو يعني الحقد، ولا ما حامش الحسين ولا كيحرش عليه الدراري الصغار يمشيو يشتوا ليه السلعه ولا يبقاو يشيروا عليه بالحجر. المهم الحسين غير صابر وكيبيع ويشري. حتى لواحد النهار الحسين غادي يعيا ما يبقاش غادي يصبر وغادي يمشي عند البوليس باش يديكلاري بدوك الناس اللي كيضايقوه، وغادي الشيء اللي كاين غادي يمشي عند البوليس وغايقول لهم اش كيديروا ليا هاد الناس واش كيديروا ليا، راه كنت كاري عندهم وجراو عليا وعطيتهم حانوتهم وهاكوك ما بغاوش يقيروني حيت انا كنبيع ونشري مزيان وولدهم غير كيتشمش.
البوليس غادي يعيطوا لديك المرأة وغادي يسولوها على هادشي تيقول الحسين، وغادا تنكر وغتقول لهم لا هذا راه غير كنت كاريه ليه ودار ليا السحور في الحانوت ودار ليا هادي ودار ليا هادي. المهم الحسين ما عندوش الشهود باش يثبت الموقف ديالو. البوليس غادي يكلاسيو هاد القضية وغادي يمشي بحالو الحسين وغترجع ديك المرا حتى هي ما عليها حتى شي تهمة. وغتبقى الامور بحال هكا. الحسين تيحل الحانوت ديالو ومتوكل على الله وكيبيع ويشري مزيان، والاخر حتى هو يوسف كيحل الحانوت ديالو واني ما كيبيع والو، والامور غادي بحال هكا. الاخر غير تيحل وتيبقى جالس يتشمش، والحسين تيحل وخدام مزيان. حتى لواحد النهار غيتفاجئوا الدرب كامل بان الحسين ما حلش. تسناو مع 8 مع 9 مع 10 ما حلش. مشاو عيطوا للمرا ديالو وقال له راه راجلك ما حلش. والمرا قالت لهم راه راجلي ما باتش في الدار، وقيلا راه مشى يتقدى السلعه بالجمله، حيت هو كان مولف تيمشي يتقدى مره وتيبات برا. ولكن النهار اللي كان تيمشي يتقدى كان تيعلم مرتو، كان تيقول لها راني ما غنباتش في الدار وراه غنتعطل في الصباح. ولكن هاد المره ما علمهاش، قالت لهم راه ما باتش في الدار. وقلت مع راسي وقيلا راه غير نسى يقولها ليا ومشى يتقدى. المهم تسناو حتى 12 ديال النهار وما حلش. تسناو حتى العشيه والسيد غابر ما بانش ما حلش، ما اتصل بمرتو ما والو. هنا غتجي مرتو عند السيد اللي كاري ليه وتقول ليه راه راجلي ما حلش. غيقول لها لا راه بصح ما حلش هاد النهار كامل. تقول ليه عافاك حل لينا الحانوت نشوفوا ياك ما كاين الداخل تد عليه ولا طاريه ليه شي حاجه. نقول لها لا سمحي لي راه ما نقدرش نحل ليك، واخا راه ما عنديش السوارت، واخا كاع كون عندي السوارت هذه راه امانه ديال مولاها، يعني راه ما نقدرش نحل ليك. حتى لواحد اللحظه مرات الحسين قررت انها تمشي عند البوليس باش تبلغ بالاختفاء ديالو. فعلا مشات عندهم وقالت لهم راه راجلي اش كاين واش كاين راه مشى ما باتش في الدار اليوم. راه قلت مع راسي واقيلا مشى يتقدى السلعه، واخا هو مولف ملي كيمشي يبغي يتقدى تيعلمني. ودابا راه مشى بلا ما قال لي والو، وحتى الحانوت ديالو راه في الصباح ما حلوش النهار كامل. فعلا البوليس غادي ينتقلوا مع المراه وغيمشيو لعين المكان باش يشوفوا الظروف والملابسات ديال الاختفاء هذا، ويشوفوا لربما كاين في الحانوت ديالو وسد عليه، لربما شي حاجه طاريه ليه. المهم فعلا غينتقلوا معاه وغيلقاو بان الحانوت مسدود من برا، وبان ما كاين حتى شي اثار ديال تكسير او تهراس او سرقه او شي حاجه. غيطلبوا من المراه تحل له بالحانوت، غتقول لهم راه المراه ما عنديش السوارت، ومول الحانوت حتى هو اللي كاري ليه ما عندوش السوارت. هنا غادي ياخذوا الامر ديال وكيل الملك وغادي يحاولوا يكسروا الحانوت. فعلا غادي يكسروا الحانوت وغادي يبان لهم الحانوت من الداخل بانه مقيوس ما كاين حتى شي حاجه وكلشي هو هذاك، كلشي نقي، كلشي في بلاصتو. فعلا البوليس هنا غادي يسدوا الحانوت بعد ما قلبوه وما لقاو فيه والو، وغادي ينتقلوا للدار ديال الحسين وغادي يقلبوها حتى هي وما غيلقاو فيها والو. وهما غادي يرجعوا في حالهم باش يمشيو يكملوا التحقيق ديالهم بالطرق ديالهم. كانت واحد المراه مشات عند واحد البوليسي اللي كان واقف مأمن ديك المنطقه باش مابقاوش يجيو الدراري الصغار يلعبوا وحداهم، وتقول ليه واش باقي ما لقاوش الحسين. يقول لي هذاك البوليسي حيت كانت عارفه وكانت عندهم واحد القرابه عائليه. يقول لها بان لي هذا الراجل راه غير واقيلا تزوج في شي بلاصه ومشى يدير العراسيه ديالو وغبر اصبح في مرته وولادو. يقول ليه هنا ديك المراه لا وليدي راه شفتو في الليل البارح حتى سد الحانوت ديالو مع 11 الليل كيما مولف، وانا راه كنطلع عليه من البارك ومن الفوق وبان لي خارج ومشى. وبان لي هذا يوسف هذا ولد جارته اللي كان كاري عندهم الحانوت تابعوه من اللور وكيتسلت. هنا البوليس سمع هذه الهضره حس بان شي حاجه كاينه ماشي هي هذيك، وفعلا مشى قالها للرؤساء ديالو قال لهم اش قال لي هذه المراه واش قالت لي. الرؤساء عيطوا لديك المراه وداو معاهم للمقر ديال البوليس وقالوا لها دابا عاودي لنا بشويه بشويه شنو كاين. ديك المراه قالت لهم غير عطوني الامان وما تقولوش سميتي وما تجبدونيش، انا راه غنقول لكم كل شيء. المراه غتقول لهم بانها ساكنه مقابله مع الحانوت ديال الحسين وبانها مولفه كطل مره بالليل حيت كيطلع عليها بالنعاس. فعلا كطل مع 11 الليل ولا مع 11 ونص كيبان لها الحسين يلاه كيسد الحانوت ديالو وخارج بحال اللي غادي بحالو الدار ديالو. وكيبان لها داك الراجل يوسف ولد ديك المراه اللي كانوا كاري ليه الحانوت تابعوا باللور بشويه وكيتخبى وكيتسلت حتى تضربوا بجوج مع الزنقه. هنا البوليس غادي يمشي عند ديك المراه هي وولدها يوسف غادي يدقوا عليها في الدار وغادي تهبط عندهم وغيقول لها كلمي لنا يوسف ولدك. غيهبط حتى هو يوسف ولدهم غيقول لهم يلاه معنا للكوميساريه. غتقول لهم ديك المراه علاش وليداتي، غيقول لها غير يلاه معنا حتى للكوميساريه وغادي تعرفي. ملي غادي يوصلوا كاملين للكوميساريه غادي يقول لهم غادي يسولوهم البوليس غادي يقولوا لهم واش ما بان لكمش الحسين. غادي يقولوا للبوليس لا راه ما شفناهش وراه بحالنا بحال الناس عرفناه بانه غبر، الله يطلق سراحه مسكين والله يفرج عليه والله يرجعوا لوليداتو. هنا البوليس غادي يقولوا للمراه هي ولدها ولكن نتوما راه فايت مقدم بكم بلاغ راه عندكم معاه المشاكل، يعني راه رافع عليكم دعوه بانكم كديروا ليه الازعاج وبانكم كتخسروا ليه السلعه وكتجريو ليه على الكليان. المراه غتقول ليه وليدي هذاك راه غير كان غلط راه حنا ما درنا ليه والو راه هو اللي كان تيدير لنا وكان تيدير لنا وكان تيدير لنا. هنا تيقولوا لها المراه غادي نمشيو نقلبوا لك دارك ونقلبوا المحل. المراه هنا تلونات وحسات بان شي حاجه ماشي هي هذيك وبدا كيتزاد معها الزايد هي ولدها. فعلا البوليس غادي يهزوهم وغينتقلوا للدار ديالها. غيطلعوا للدار ما غيلقاو والو غادي يقلبوها كامله ما غيلقاو فيها حتى شي حاجه كتلفت الانتباه. غادي يهبطوا للحانوت غادي يحلوه غادي تبان لهم السلعه مستفى وما كاين والو. حتى لواحد اللحظه كيضرب البوليس عينو للارض كيبان داك الجليج باقي السيمه ديالو خضراء يعني بحال الجليج يلاه مصايب. هو يسولوهم قال لهم الجليج يلاه عاودتوه.
قال لهم يلاه عاودناه، قال لهم هاد المعلم اللي صايبوا لكم ما معلم ما والو، شتو خلاه جليجة طالعة وجليجة هابطة. هنا يوسف غادي يقول لهم بأن راه أنا اللي صايبته لراسي بحكم أنني ما حدتش كنقرا، كنبقى نمشي نتعلم بجليج. يقول ليه البوليسي وانت راه ما تعلمتي والو، هذا اللي علمك راه كان كيتفلى عليك. البوليسي قاس ديك الجليجه برجلو وهي تهز، ويقول لي باش طيبتي هاد الجليجه بالكولا. ويوسف هو يسكت ما لقى ما يقول، وبداو يحاولوا يهزوا داك الجليج بجليجه بجليجه حتى بدات تبان لهم واحد الحفره بان محفوره ومردومه بطريقه عشوائيه، يعني ما مقاداش. فعلا البوليس هنا غيتصلوا بالنيابه وغيشرحوا لهم الموقف وغيقول لهم حاولوا تحفروا وتعرفوا تما شنو كاين. فعلا البوليس بداو كيحفروا حتى كيلقاو واحد الخنشه كبيره زرقاء اللي معبوده ومخشيه بديك الحفره، وملي كيجبدوها كيتفاجئوا بانه كيلقاو فيها الحسين مضروب مسكين على راسه واحد الضربه اللي كانت قاتله، ومسدود عليه ديك الخنشه وحفروا وردموا عليه. هنا مسكين الدري هو وامه، يعني يوسف هو وامه تصدموا ما لقاو ما يقولوا وجلسوا للارض وبقاو شادين في راسهم وعرفوا راسهم بانهم حصلوا وبانهم مشات على عينيهم ضبابه. هنا البوليس داهم للمقر ديال الشرطه وقال لهم دابا غتعترفوا لنا كل شيء وغتقولوا لنا القضيه من اتى لزاد. هنا المراه مسكينه وهي كتبكي، قلت لكم مسكينه حيت بقات فيها مراه كبيره، واخا هي مسكينه ما والو، هي امراه في صفه الشيطان وهي مجرمه اللي دفعات ولدها انه يدير هذا العمل الشنيع وينتقم من السيد اللي كان كاري عندهم غير لحقاش كان خدام احسن من ولده. المهم المراه قالت لهم هذا شنو كاين وشنو كاين، راه السيد كنت كاريه ليه وراه كان خدام مزيان، وراه انا عندي ولدي جالس ما كيدير والو، ملي بغيت نعاون ولدي وندير ليه الحانوت فعلا درت ليه الحانوت، ولكن ما خدام ما تيبيع ما يشري، لحقاش السيد الاخر كان خدام وجر الكليان وهو بوحدو اللي كان تيبيع ويشري. هنا البوليس غيعرفوا ان المساله غير مساله انتقام، وان الحقد هو اللي دفعهم يرتكبوا هذه الجريمه هذه، وغادي يروج الملف ديالهم في المحكمه وغيتحكم يوسف اللي قتل غيتحكم بمؤبد، وغدا موتا هي تحكم ب 15 عام ديال الحبس لان عندها تهمه ديال المشاركه في الجريمه واخفاء المعالم ديال الجثه. وهنا من بعد ما تحكمات على المراه ب 15 عام وعلى ولدها بالمؤبد، مرات الحسين الله يرحمه مسكين غتبيع الدويره ديالها وغتبيع الحانوت وغتهز الفليسات وغترجع للدوار مسكينه فين تزادت وفين كبرات، يعني دوارهم عند والديها. وهنا القصه ديالنا ديال اليوم الخوت غادا تكون سالات وغنكونوا خرجنا منها بواحد النتيجه اللي هي ان البغض والكراهيه اللي في القلب ديال بنادم شوف فين كتوصلوا لشي حوايج اللي ما قادش ليهم وما تيقراش العواقب ديالهم وتيفكر غير في اللحظه ديالو. هنا غادي نعرفوا بان بنادم ضعيف قدام الافكار الشيطانيه اللي يمكن تطيح عليه في ساعه الغضب، وبان الانسان الا ما حكمش العقل ديالو في ثانيه او بجزء من الثانيه يقدر يغير المسار ديال حياته وما تبقى ليه من عمره. نتمنى الخوت ان القصه ديال اليوم تكون عجباتكم، واكيد ان غتكون عجباتكم، وكنتمنى ان كذلك انكم ديروا لنا واحد لايك للفيديو، وكما قلت لكم في الاول ديروا لنا واحد الاشتراك في القناه، راه محتاج بزاف للدعم ديالكم باش تشجعونا وتفرحونا اننا نكملوا في هذا المحتوى هذا ونحاولوا نحطوا لكم قصه كل يومين، يعني نهار ونهار لا. وبما تلاقينا ان شاء الله في فيديو جديد مع قصه جديده، نخليكم دابا في امان الله ونقول لكم السلام عليكم.